ليه المصريين بيحبوا الشاي؟ لو سألت أي حد في مصر تشرب إيه بنسبة كبيرة هيقولك اشرب شاي. معروفة، وده لأن الشاي في مصر هو المشروب الرسمي لكل حاجة وأي حاجة. تقدر تسميه مزاج المصريين أو الكيف الحلال. عايز تفوق الصبح تشرب شاي، وأنت في الشغل شاي، بعد الأكل هات شوية شاي بالنعناع، هنتعشى إيه نعمل شاي زردة؟ ده غير طبعا الشاي بلبن والسقسقة، لدرجة إن آخر إحصائية بتقول إن المصريين يستهلكوا شاي ب 250 مليون دولار في سنة واحدة. ده إحنا لو بنشمه مش هنستهلكه كده. ومع كل الحب ده للشاي فالمصريين عرفوا الشاي من 100 سنة بس، لما عمنا أحمد عرابي اتنفى لجزيرة سيلان، وهناك قابل السير توماس ليبتون صاحب مزرعة الشاي، لقى قاعد زهقان فقال له خد جرب. شرب الشاي من هنا واتبسط جدا، وبقى كل يوم يفرتك له بتاع 30 40 كوباية شاي، وراح باعت منه لأهله في مصر يجربوا الشاي، وبدأ الشاي ينتشر في مصر كلها، وبقى المشروب الرسمي للفقير والغني. هو صحيح احنا بنشرب العروسة وفي ايجيبت بيشربوا احمد تي، لكن كله شاي. ودي كانت حكاية الشاي.